انت ازاي تجيبي واحدة سنها زي دي؟ دي ممكن تلعب على جوزك وتاخده منك، وفي نفس الوقت ممكن تعملك سحر وتخلي جوزك يكرهك. ازيكم؟ انا جوزي قرر ان هو يجيب واحدة عشان خاطر تساعدني في البيت وتقوم بكل طلبات البيت، وده سبب ان في رجليا، والبتر ده كان سببه ان كان عندي كانسر. جوزي بالفعل جاب لي واحدة عندها 50 سنة، بس هي ما كانتش نضيفة، يعني ما كانتش بتعمل الحاجة مظبوط، وكانت بتاخد مرتب كبير جدا. ولما قررنا ان احنا نمشيها وندور على حد تاني، قعدنا فترة كبيرة من غير ما يكون عندنا حد، لحد ما لقينا واحدة عندها 20 سنة وهي مطلقة. المهم هي نضيفة جدا الصراحة وبتعمل شغلها ممتاز جدا، وجوزي قال ان هي كويسة وهو متمسك ان هي تبقى موجودة. هو للأسف لما بتلبس الطرحة بتبين جزء من شعرها من قدام، وفي نفس الوقت بتبين جزء من ورا. انا كلمتها مرة وهي بتقولي عشان شعري ناعم الطرحة بتتحرك. انا قلت ماليش دعوة، هي اللي هتشيل الذنب، وجوزي قال لي الكلام دوت. المهم اهلي اول ما عرفوا ان هي عندها 20 سنة ومطلقة قالوا انت ازاي تجيبي واحدة سنها زي دي؟ دي ممكن تلعب على جوزك وتاخده منك، وفي نفس الوقت ممكن تعملك سحر وتخلي جوزك يكرهك. انا الصراحة اتصدمت اول ما ماما قالت لي كده واخواتي، اللي هو ازاي يعني؟ ده جوزي بيحبني، هو واخدني من البداية وهو عارف ان انا كده. هقول لكم ان اصلا ان انا اكبر من جوزي تقريبا ب7 سنين. انا عندي 31 سنة وهو عنده 24 سنة، واختارني وهو عارف اللي عندي بالظبط. فانا مش متخيله ان ممكن جوزي يعمل كده. المهم انا خفت قوي من الموضوع ده، بس برضو في حاجه عايز احكي لكم معاها قبل ما اقول لكم ايه اللي قاله لي جوزي. كنا في مره نازلين وواخدينها معانا، وكنت رايح اجيب ميك اب، فصاحبه المحل بتقول لي انت مش محتاجه ميك اب، انت قمر من غير اي حاجه. فلقيت البنت اللي بتساعدني في البيت ردت عليها وقالت لها ما تقفريش قوي كده، يعني ما هي حلوه عادي يعني، بس مش زي ما انت ما بتقولي، ما تخليش الموضوع اوفر. المهم طبعًا صاحبة المحل كانت بتقول لي كده عشان خاطر بسبب إعاقتي، ولكن هي الصراحة كسرت بنفسي أوي. اللي هو أنا الصراحة أنا شايفة إن البنت جميلة وحلوة وكل حاجة، ولكن ما كانش إن هي ينفع إن هي تقول كده. اتكلمت مع جوزي وقُلت له الصراحة إن أنا خايفة جدًا، إن ممكن أنت البنت دي تخلّيك تحبها، أو أنت ممكن تحبها بحكم أي حاجة، إن هي موجودة معانا في البيت بتاكل، تفطر، تتغدى، تتعشى معانا على السفرة، إحنا بنعاملها عادي جدًا. فقال لها: يا بنتي انت اتجننتي، انا استحالة ان انا افكر في واحدة زي دي، وبعدين دي شغالة عندنا، يعني دي استحالة ان تبقى في مقارنة بينك وما بينها، وبعدين انا مهندس، اليوم ما هفكر ان انا هختار واحدة، على الاقل هختار ان في مستوى التعليم بتاعي. رحت قلت لها استحالة استحالة ان انا افكر في اي واحدة غيرك، وبعدين اصلا هي المستوى التعليم بتاعها غيري خالص، يعني هي دبلوم وانا مهندس، يعني استحالة ان انا افكر فيها، وبعدين انا ما بحبش حد غيرك، وانا لما اخترتك وانا عارف ان انت عندك الاعاقة، فعمري ما هفكر في اي حد غيرك. رحت سكت شوية كده قلت له طب ما انا دبلوم، انت اخدتني ليه؟ قال لها عشان خاطر ان انا بحبك، وعمري ما هلاقي زيك، انت حالة استحالة ان تتكرر، وبعدين ما فيش اي حاجة تقدر تخليني ابعد عنك انت وبنتي، فاستحالة ان انا اعمل كده، وبعدين انا بتاع شغل وبس، يعني بتاع شغل وبيت، فاستحالة ان انا افكر في حاجة زي دي. فاستغربت قوي منه كده، وكلمة ان هو اخدني دبلوم ومش هيفكر في حاجة زي كده خلتني قلقت قوي. فاللي هو مش عارفة ده كده ممكن يكون كلام ماما صح واختي، فاللي هو ممكن جوزي فعلا هي تقدر تخليه يحبها، او ممكن يعمل حاجة زي كده. بس انا عارفة ان جوزي بيحبني، وهو اخدني وهو عارف كل حاجة عندي ومفيش حاجة مخبيها عليه. فما لقيتش غير ان انا ابعت لحضرتك على لينك الصراحة ده عشان حضرتك تفيدني والناس اللي عندك تفيدني. اتصرف ازاي؟ او المفروض ان انا اعمل ايه؟ خليني في البداية افكر حضرتك، لو حضرتك بتتفرج عليا من الفيسبوك ومتابعني، ما تنساش تعمل لايك وتعمل شير للفيديو، واكيد لازم تقول رأيك في الكومنتات. اما لو حضرتك بتتفرج عليا من اليوتيوب فما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. خلينا في البداية نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. في البداية ألف سلامة عليكي، وربنا يا رب يديكي راحة البال دايما. أنا شايف من وجهة نظري إن زي ما انتي ما قلتي وأكدتي في الرسالة بتاعتك إن جوزك اختارك، وهو عارف عنك كل حاجة، وده قراره، وأكيد هو شايف إن أهم حاجة عنده انتي وبنتك وبيته فقط لا غير، وأهم حاجة عنده بالنسبة له. فده مش دافع إن ممكن إن هو يفكر في حد غيرك، ولكن خلينا نقول إن عشان خاطر تكون بالك مستريح ومش خايفة ومقلقة من الكلام اللي قالته لك إن انتي لأ تشوفي واحدة
أكبر منها في السن عشان خاطر الموضوع فيه أي ضرر من الطرفين، فأنتِ ممكن تشوفي حد أكبر منها في السن، وفي نفس الوقت لو أنتِ حسيتِ إن الموضوع ده هيبقى فيه شك، على الأقل إن هي حتى تكون موجودة بس في الوقت اللي جوزِك موجود فيه في الشغل، تعمل كل احتياجات البيت واللي أنتِ محتاجاه، وممكن بقى تروّح أو لو أنتِ عايزاها موجودة على طول لازم تكون حد أنتِ واثقة فيه، إما بقى أهلِك هم اللي يشيلوكِ، يوم واحد مثلًا من أهلِك ييجي يشوف أنتِ محتاجة إيه، ولكن عشان ما تتقليش على أهلِك أنا باشوف إن لأ، تشوفي واحدة كبيرة شوية عشان خاطر أنتِ ما تحسيش بده، وفي نفس الوقت البنت دي لسانها متسلط اللي هي هتتعب لِك نفسيتِك أكتر، لكن جوزِك عشان خاطر هو خدِك من البداية وهو عارف إن أنتِ كده، فأكيد طبعًا عمره ما هيتخلى عنِك، وربنا يحفظ لِك جوزِك يا رب. إن هو اختارِك عشان أنتِ دبلوم، لأ هو اختارِك عشان بيحبِك مش يعني هو شايف إن موضوع المؤهل ده حاجة أساسي عنده، ولكن هو لغاها عشان خاطر هو حبِّك أنتِ، اختارِك أنتِ، أنتِ الشخص اللي عايز يكمّل معاه حياته. أنا شايف إن أنتِ بكل هدوء خالص تكلمي مع جوزِك وتقولي له عشان خاطر هو أكيد ما فيش حاجة هتشغله عنه، ولكن أنتِ قولي له ده وهو أكيد هيعمل اللي يريحِك وهيبسطِك، وإن شاء الله بإذن الله ربنا يديكِ راحة البال دايمًا يا رب، وما يكونش في بينكم أي مشاكل.